السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الجلاش بطريقه لذيذه جدا وسهله. تعتبر من اسهل انواع الحلويات اللي ممكن تجهزيها في دقايق، بالظبط دقايق، وبتديكي نتيجه تحفه. مقرمشه جدا من بره وطريه ولذيذه من جوه، ومكوناتها بسيطه وتعتبر اقتصاديه. والنوع ده من الحلوى بيسموه كذا اسم، بيسموه حلوى الستاره او المكشكشه. عموما يعني هو قايم على الجلاش وحشوه بسيطه جدا. بس حابه قبل ما ابدا اقول لك، لو اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه هنبتدي نجهزها هي الصينيه. معايا حوالي كده نص كوبايه من السمنه. هنبتدي ندهن الصينيه من كل الجوانب وهنركنها على جنب. دي الحشوه سوداني بس مفروم وجوز هند، يعني مفيهاش سكر خالص، مفيهاش مكسرات، تعتبر يعني ايه الحشوه اقتصاديه. وفي نفس الوقت لو عايزه تعمليها من غير حشوه تنفع طبعا، وتبقى جميله كمان وطعمها لذيذ. لفه الجلاش بتاعتي دي نص كيلو. اهم حاجه ان طول ما انت شغاله فيها هتلفيها بفوطه علشان انا عايزاها تبقى طريه ما تنشفش. هبدا اخد من الجلاش ورقتين ورقتين، يعني بالشكل ده كده. هاخد الورقتين هحطهم على بعض وهبتدي ارش عليهم سمنه بسيط، وهدهنهم كده يعني دهنه بسيطه بالشكل ده. وهبتدي ارش الحشوه بشكل عشوائي، وهبتدي اكشكشها كده او اضمها زي ما هو واضح كده في الفيديو بالظبط. طبعا الحشو مش هتقع منها، ما تقلقوش، لان هي بتدخل ما بين الكسر دي اللي احنا بنعملها. هنعمل واحده تانية، باخد ورقتين من الجلاش وبدهنهم بالفرشه، وببتدي ارش عليهم الحشوه كده عشوائي بشكل عشوائي، وابتدي اكشكشها وبرصهم في الصينيه جنب بعض لحد ما اخلص كميه الجلاش كلها. طبعا انا وانا شغاله كده ببقى فاتحه الفرن على درجه حراره 200، وبدخل الصينية على الشبكة في النص، بتقعد لها حوالي تلت ساعة أو 25 دقيقة. خلصت الصينية كده كلها بالشكل ده ورصيتها، شكلها تحفة طبعا. ببتدي بقى ارش عليها بقية السمنة اللي فاضلة، وبنتوصى كده بالجوانب شوية والأطراف. وبعدين الخطوة التانية بجيب كوبايتين من اللبن، وبحط عليهم باكو من الكريم كراميل اللي هي بودرة الكريم كراميل، من غير سكر برضو من غير أي حاجة. بديهم تقليبة كده لحد ما اطمن ان الكريم كراميل يداب خالص في اللبن. وببتدي ازقيه الصينيه من كل جنب برضو، يعني من النص ومن الاطراف من الجوانب، وبميل الصينيه كده شمال ويمين وبضغط عليها بمعلقه عشان اطمن ان الجلاش كله شرب من الخليط. بتدخل الفرن وزي ما قلت لكم هي خدت بالظبط 25 دقيقه وطلعت بالشكل ده. وبكون محضره كوبايه من الشربات الوسط، اول ما بتخرج من الفرن السخنه بسقيها. والشربات ده هكتب لكم المكونات بتاعته في صندوق الوصف. كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه من الميه وعصره ليمونه. ببتدي بقى اقطعها، ولو عايزاها طريه خالص ممكن تغطيها بفويل او تغطيها حتى بفوطه وتسيبيها كده شويه، يعني 10 دقايق تتشرب وتطرى. لكن انا مش عايزاها، انا عايزاها تبقى من بره مقرمشه، ومن جوه هي بطبيعه الحال بتكون طريه ولذيذه. فانا سبتها ما غطيتهاش. هديت وبعدين قطعتها، بقسمها بقى بالاحجام اللي انا عايزاها. وبس كده خلصت الوصفه. الطريقه تحفه وطعمها جميل جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. مقرمشه من بره وطريه من جوه، والكريم كراميل اللي مديها طعم ونكهه في منتهى الجمال. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. بشكركم جدا. سلام عليكم.